سنظل متخلفين بالفطرة. اختلافنا في تخلفنا يا جدعان، والله احنا كمصريين شعب مش نافع. شعب لازم يحط التاتش بتاعه في اي حاجة حتى لو كان غلط. يعني مثلا الجواز في مصر مختلف تماما عن اي جواز بره. سبحان الله، احنا كمصريين بنختلف عن اي حاجة، عن اي حد. يعني مثلا الجواز عندنا في مصر بيبدأ ازاي؟ مثلا اتنين حبوا بعض، حلو، ايا كان بقى السبب اللي تنيلوا حبوا بعض عشانه، مش موضوعنا. بس هو سبب تافه: تفاحة ادم، غمازة، قزعة، بدقن. بصوا، بنبص لبعض الأول في حاجات الشكل حلو وجميل ومقلتش حاجة، بس برضه بص اللي هنا، بص اللي جوه شوية بقر بقر. مفيش حاجة، مفيش حد بيتعلم خالص. مش موضوعنا. نيجي نخش في الخطوبة. بعد ما الحمد لله حبوا بعض بقى وقضوها صرف وهدايا والدباديب وفالنتاين وهابي فالنتاين داي بيبي اتدلعوا كده شوية، يبدأوا يخشوا في مرحلة الخطوبة. في الخطوبة بيتحولوا الاتنين تحول جذري. البنت بتتحول لخطيبي ستوري، يعني اي كلمه بتقولها خطيبي 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 خطيبي. ولا بتراعي بقى صاحبتها السنجل، ولا بتراعي صاحبتها اللي امها واهل امها واصحاب امها عارفينها مش هنفرح بيكي يا حبيبتي خالص. طول ما بتتكلم: خطيبي امبارح وداني دريم بارك، خطيبي امبارح جاب لي ايس كريم، امبارح كنت بتمشى في الكورنيش. الحمد لله ما لقيتش خطيبي، لا خطيبي كلمني. سبحان الله على الصدف يعني. بتحشر خطيبها في اي حاجه كده لازمه معاها. خطيبها ده بقى تحول تام. بعد ما كان بيزحف وبيلحس تراب الارض عشان يكلمها، بدأ ينفض. سبحان الله يا جدع، الواحد بعد ما الحاجه تبقى في ايده بيسيبها والله. ينفض بقى، ما يردش. بعد ما كانوا بيسهروا لحد الفجر يتكلموا، يبدأ ينام بدري ويتعوق يد النوم بدري ويجيب خط تاني يتكلم منه. حوارات بتحصل كده مالهاش اي 30 لازمه، حوارات. لو ربنا كرمهم وعدوا المرحله دي على خير، اشك انهم يعدوا على خير، نخش في الجواز بقى. مجرد بس ما الراجل كده قاعد مع ابو العروسه، هو دخل في مرحله النفخ الاولي. يبدا بقى ابوه يقول له ايه: مهر يا ابني، شبكه يا ابني، مؤخر يا ابني، قايمه يا ابني، شقه يا ابني. انت لو جالك علاء الدين بفانوسه مش هيعمل كده والله. انت عشان تتجوز لازم فلوس علاء الدين. دعاكوا كده ترضي ابوها، دعاكوا كده ترضي امها. حاجه منتهى يعني. ارحمونا، مش كده. ثم ان ايه مهر ده؟ يعني ايه مهر؟ انا مهر بنتي مثلا 100,000 جنيه. المهر ده عربوني يا حاج ان انا ادفعه، بعدين اجي اكمل الباقي بعدين في قسط. طيب مفيش. تيجي تتكلم في شبكه من عينيا حاضر، لا 200,000 جنيه شبكه، وتكون الماظ وحر. مش حر ما تجيبوش. طب انت بتتشرط على ايه؟ مش فاهم. بلاش المؤخر. المؤخر ده حاجه كده مثلا ايه؟ في حالة طلقت بنتي تدفع 100,000 جنيه. طب أنا أدفع 100,000 جنيه على أساس إيه؟ أنا مش عارفها لسه، أنا برضو لسه معرفتي بيها مش اللي هو قوي، لسه ما نمتش جنبها. افرض بتشخر وصوتها لا يطاق، افرض ريحة بطاطها لا تستحمل، لازم أطلقها، ما ينفعش. سيبكم من كل ده. القايمة يا شوية كلاب بتخونوا بعض على القايمة. اللي هو القايمة أنت عليك كذا وليك كذا، عليك وليك. ثم إن العريس أصلا بيتفحت في أول فترة. يقول لك الشقة على العريس، أوضة النوم على العريس، المول على العروسة، السخان على العروسه بس المطبخ على العريس، الانتريه كله على العريس بس المخدات على العروسه. يعني بيمسكوا في حاجات تافهه ويجيبوها للعروسه. طب العريس يعني، ما هو يعني مش فاهم والله. حاجه صعبه، حاجه ما ينفعش يعني. بلاش دي. الفرح. الفرح بقى ده قصه تانية، قصه تانية. اللي هو الناس بتيجي اصلا عشان اهداف معينه. يعني مثلا الستات الكبيره والرجاله الكبيره في الفرح بيجوا عشان يبصوا مثلا على ايه؟ فستان العروسه يقرف، شعر العريس معفن. دول الستات اللي هي الفئه الكبيره. نيجي نبص لاصحاب العريس، جايين عشان يعملوا حاجه واحده بس ورا كشف العريس ويمشوا. ده واجبهم كاصحاب عريس. والله العظيم ثلاثه حاجه تقطع القلب. بيشمتوا في العريس ان هو حاجه صعبه. العروسه، صحاب العروسه كلهم جايين يتشقطوا، جايين لابسين حته الزفره واقفين في نص الفرح وايه هيولعوا الفرح، عايزين يتشقطوا. كل دول بقى في الاخر جايين عشان حاجه واحده بس: البوفيه. يستنوه يفتح، يهجموا، ياكلوا، يمشوا. خلاص خلصت. خلصت. يا جماعه الفرح عندنا في مصر مهضوم حقه. حقنا كشباب بيبوظ ورا الكوشه، حقكم كبنات بيبوظ في الفرح. والله حرام. الجواز في مصر بقى صعب، حاجه مستحيله. الابهات بقت تبص ان هو مشروع استثماري. ارحمونا شويه، خفوا، مش كده.